طالت الله الله. هي لحظات فعلا تاريخية مشاهدينا ومتابعينا عشناها في قطر، وكل ما نتذكرها وكل ما نلمح ونشاهد هذه اللحظات ونسمع أصداءها فيعني شي حاجة كتحرك فينا بطبيعة الحال، أننا عشنا أيام ولحظات لن تنسى هناك في كأس العالم. مشاهدينا ومتابعينا، حلقة اليوم غتكون مميزة جدا. جئناكم سر من الأسرار اللي تم كشفه من أحد البرامج عن المنتخب الوطني المغربي هناك في قطر. كذلك مشاهدينا ومتابعينا، جبنا لكم فيديو مقطع مميز جدا للمعلق العماني خليل البلوشي الذي قام بزيارة للمنتخب المغربي لكرة القدم السداسية هناك بألمانيا. كذلك مشاهدينا ومتابعينا، رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي القجع والناخب الوطني وليد الركراكي يفاجئان بعثة الوداد لهذه الأسباب. حلقة مميزة مشاهدينا ومتابعينا، نتمنى منكم أنكم تتبعوها من الأول حتى الآخر. على بركة الله، مشينا. برنامج الحالمون، برنامج من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سيبث على 4 حلقات. الحلقة الأولى كانت اليوم، وجبنا لكم مشاهدينا متابعينا لقطة مميزة جدا اللي كتكشف سر من الأسرار ديال النجاح ديال المنتخب المغربي هناك في كأس العالم بقطر. مشاهدينا متابعينا، غادي نشاركوا معكم هذا المقطع الحصري للاعب المنتخب الوطني المغربي، يعني قبل نزوله من الملعب يقرؤون آيات من الذكر الحكيم بشكل جماعي. فيديو مميز صراحة، أنا شفتو جاتني تبوريشة. شوفوا المقطع مشاهدينا ونرجع عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. اذا فعلا ان المنتخب الوطني المغربي فاش كنا كنحسوا به يعني في التيران واحد التحفيز اللي لا يمكن، واحد الدافع كبير بزاف للاعبين. بطبيعه الحال الامور الروحيه كذلك يعني داخله في هذه الامور هذه، فاش كنشوفوا الوالدين تيدعيو، فاش كنشوفوا الحضور ديالهم، فاش كنشوفوا ان اول حاجه بعد نهايه المقابله ولا بعد الانتصار عند اللاعبين كيمشيو عند العائلات ديالهم الامهات ديالهم يقبلون رؤوسهم. فهذه الامور هذه هي روحانيه ويعني هي مقدسات وطنيه مغربيه. مشاهدينا متابعينا، في موضوع اخر، المعلق العماني خليل البلوشي قام بزياره للمنتخب المغربي للكره السداسيه الذي يشارك في كاس العالم هناك بالمانيا. وللتذكير، فهذا المنتخب تمكن ولله الحمد من التاهل لدور الربع النهائي في كاس العالم للكره السداسيه. نشوف مشاهدينا ومتابعينا لقطات مميزه. المعلق العماني الذي هو بالدور ديالو رجعنا الايامات المونديال بالتعليق ديالو. نسمعوا مشاهدينا ونشوفوا هذه اللقطات المميزه والجميله جدا ونرجع لكم. يا جماعة الخير، أقول لكم ما شاء الله ما شاء الله، مثل ما استمتعتوا مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر، فهذول الشباب يقدمون متعة في بطولة سوكا وورلد كاب 2023. حياكم الله يا شباب يا اخوان، موفقين ان شاء الله. طالت الله الله. طالت يا لها من لحظات، يا لها من لحظات لا تنسى، يا لها من لحظات لا تنسى. كما قلت لكم المغاربه يشوفوا صوره يسمعوا صوت، يا سلام يا سلام يا سلام. مشاهدينا متابعينا، قبل نهائي الوداد الرياضي والأهلي المصري بالدار البيضاء يوم الأحد المقبل، السيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بالإضافة إلى الناخب الوطني وليد الركراكي قام بزيارة لوفد الوداد هناك بالدار البيضاء لدعمهم نفسيا ولتحفيزهم. كما قلنا في فيديو ديال الامس بان هناك اخبار مؤكده بان المنتخب الوطني المغربي الاول كامل غادي يمشي لكازا وغادي يشجع الوداد الرياضي في اللقاء النهائي، لقاء العوده امام الاهلي. فحظ موفق بعون الله تعالى لنادي الوداد الرياضي، الممثل الوحيد المتبقي للمملكه المغربيه في المنافسات الافريقيه. ما نساوش نذكروا مشاهدينا
متابعينا أن المنتخب المغربي الأول كذلك تنتظره مباراة ودية يوم الاثنين المقبل 12 من الشهر الجاري ضد الرأس الأخضر. المباراة غتكون في مركب مولاي عبد الله بالرباط، وكذلك هناك مباراة في 17 من يونيو غتكون ضد جنوب أفريقيا، غتكون ضمن إقصائيات كأس أفريقيا الكوت ديفوار 2024. ولكن نذكر مشاهدينا متابعينا أن هذه المباراة ضد جنوب أفريقيا فكتبقى شكلية فقط وتحضيرية فقط، لأن المنتخب المغربي فعلا ضمن الصدارة في هذه المجموعة هذه وضمن التأهل لنهائيات الكوت ديفوار 2024. مشاهدينا ومتابعينا بهكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. رجاء ما تنساش تشترك في القناة، تسجل إعجابك بالفيديو باش يوصل أكبر عدد من المغاربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.